الكل يريد قتال إسرائيل حتى آخر جندي مصري. جملة شديدة البلاغة وتدل على خبث نوايا الكثيرين، وهو ما ستجده واضحاً جلياً فيما يدعى بقافلة الصمود. النوايا تفضحها الأفعال، والادعاءات الكاذبة للمشاركين في القافلة تكشفها المواقف. وليس هناك أدل من مشاركة نشطاء مغاربة في قافلة الصمود، ولكن عن أي صمود يتحدثون؟ فبينما تتساقط القنابل على رؤوس الأطفال في غزة ويسيل الدم الفلسطيني كل يوم دون هوادة، لم يسجل لملك المغرب حضور واحد في أي قمة عربية لنصرة القضية الفلسطينية أو لوقف نزيف غزة. فالملك المغربي غاب حيث كان الحضور موقفاً، واختفى حين كان الواجب أن يلبي بالكرامة لا بالصمت. بل إن المشهد يزداد فجيعة. في الصورة التي تراها الآن، ها هو قائد القوات الجوية المغربية يهدي سيفاً من الذهب إلى قائد القوات الجوية الإسرائيلية، ذلك الصهيوني الذي تقود طائراته حملات الإبادة اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين، يكرمه المغاربة، وفي الخلف تتدلى صورة ملك المغرب شاهدة على هذا المشهد المخزي. تعال نزيدك من الشعر بيتاً لتعرف من يكون ذلك الرجل الذي يكرمه المغرب. في السياق نددت الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار في منشور بهذه الخطوة، مؤكدة بأن الضابط الصهيوني الذي كافأته الرباط ونفسه الإرهاب الذي قتل أبنائها 9. بعد كل ما سمعت الآن تحل الأسئلة الملحة: أين أنتم يا من تملؤون الدنيا صخباً باسم التضامن؟ أين غضبكم من هذا التطبيع الوقح؟ أين بيانات التنديد والرفض؟ أم أنكم لا ترون في الخيانة خيانة إن كانت صادرة من عواصمكم؟ وهل مصر وحدها كتب عليها أن تدفع الثمن، بينما يتفرج الباقون وأقصى ما يفعلون هو إرسال قافلة دعائية الغرض تنطوي على نوايا خبيثة بالغة الفجاجة؟